يلا يا أصحاب أخدكم في رحلة أفلام مليئة بالإثارة والتشويق والمغامرات الشقية والممتعة كمان. يلا بينا نحضر مشروبنا المفضل ونسمع مع بعض الفيلم. أتمنى الفيلم ينال إعجابكم ونبدأ فيلمنا. بيبدأ معانا الفيلم بحفلة كريسماس، ويجي طفل اسمه جاك وأصحابه بيفتحوا الباب، وداخل الباب ده فيه هدايا كتير قوي، وبيقول لهم جاك إن سانتا كلوز مش هيجي ويديهم الهدايا بتاعتهم. طبعا أصحابه بيرد عليه وبيقول لهم لا طبعا هيجي ويدينا الهدايا بتاعتنا زي كل سنة. بيحصل بينهم كلام كتير. بيجي عمه أريك بيقول له خلاص نام يا جاك وبكرة هتلاقي الهدايا بتاعتك. وهنا بتتوالى الأحداث وبيكبر جاك. وهنا بنلاقيه إن هو بيدخل كافيه وبيسرق كوفي من غير ما حد يشوفه. بيلاقي بنات بتلعب رياضة وتتفرج عليهم، ويكب القهوة على مشترك الكهرباء ويحصل حريق. وكل رجال الأمن بيروحوا بسرعة في اتجاه الحريق، ويدخل جاك المبنى بعد ما سرق هوية ويحصل على معلومات داخل المبنى، ويخرج ويشوف طفل بياخد منه المصاصة. وهنا يا أصحابي بنلاقي سانتا كلوز موجود في حفلة وحواليه الأطفال والهدايا كمان، ويظهر جنبه كال. طبعا كال ده الحارس بتاعه. وبيجي واحد فاتح لايف وشكله شاب سكران أو شارب حاجة أصفرة، الله أعلم ملناش دعوة بيه. وهنا بيتكلم معاه كال، وكال بيخوفه بيزعق معاه، فبيخاف الشاب وبيجري على طول. وبيتكلم كال مع سانت وهما ماشيين، وهما بيتكلموا ويوصلوا للغزلان. والغزالة هنا بتدي لكال بوسة، طبعا بوسة بريئة، مخنا ما يروحش لبعيد. وهنا بيتحرك سانت بعربية الغزلان مع كال، وبيطير عربية الغزلان. طبعا العربية بتطير ومش حارمنا من حاجة. وهنا نرجع لجاك، وإنه بيحدد مكان حد معين وبيكلمه وبيقوله ابعتله الفلوس الأول. وهنا سانت بيرجع لمكان سكنه، أو نقول إن المقر بتاعه، وبنشوف مخلوقات غريبة جدا وهي بتتكلم مع سانت، وبتظهر المساعدة بتاعت سانت طبعا، يعني نقول الحتة بتاعته. وبيقعدوا بيتكلموا مع بعض وهو بيمارس الرياضة، طبعا عضلاته مقوية قلبه. المهم بيتكلموا هما بيلعبوا ضغط. وهنا يا أصحابي بنلاقي سانت بيشيل حديد وكمان مع مساعدته، وكال بيساعدها وعاوز يطلع، وبيتكلم وبيقول عاوز يطلع على المعاش. طبعا وسانت بيزعل وبيسأل كال ايه السبب، وكال بيقوله بسبب كبر السن، وإن هو خلاص مش عايز يشتغل تاني، والأطفال المشاغبة والأطفال بالغين وحاجات كتير. طبعا وفجأة في وسط الكلام سانت بيفصله وبيقوله تعالى ناكل بسكوت. طبعا مفيش أتفه من كده يا سانت. وهنا بتظهر حاجة غريبة وبيحس بيها كال، وبيقول لمساعده يروح المكان يشوفه في أي إيه. مساعد طبعا اسمه جيف، لكن بيكلموا تاني مش بيرد عليه. وكمان ريد بيظهر هنا إنهم اتعرضوا للاختراق، وبيدخل كال غرفة ريد وبيبص بيلاقي عربية غريبة بتجري، وبيروح كال بيجري وراها وعشان يلحقها عشان يبلغ مساعده ويفتح عربة التزحلق. طبعا عربة التزحلق دي اللي هي عبارة عن لعبة، وبيجري وراه وبعده معناه المركبة الغريبة دي بتقف. ولكن كال بيفتح المركبة وبيلاقيها فاضية، وبيبص في السماء بيلاقي طيارة وبيضحكوا عليه العصابة. وبتجري في عميلة بتكلم كال، وهي طبعا غضبانة وزعلانة جدا، وبتقوله ازاي حصل الاختراق ده وازاي اختطف سانت. بعد بحث كتير اكتشفوا ان اللي اخترق هو طبعا جاك. وبيصحى جاك بيلاقي نفسه في البانيو، وبيروح لابنه المدرسة واللي هو اسمه ديلان، وبيقوله ما تثقش في حد، خليك واثق في نفسك انت بس. وبيطمنه وبيمشي من عنده. وكان جاك ماشي وبيشرب كوفي، حس بحاجة غريبة، بيلاقي نفسه واقف وناس تجري وراه، بيختفي منهم بسرعة وبيدخل شقته، وبيلاقي ناس تانية واقفاله في الشقة بتاعته وبينزل ضرب فيهم، وهو بيضربوا ببعض. والناس دي يكتشف ان هو معاهم جهاز غريب بيحول اي شخص لشخص صنم مش بيتحرك، وبيهرب منهم بسرعة وبينزل على العمود، وبيلاقي واحدة قدامه
بتخدره وباي باي مع السلامة يا جاك. وهنا بنلاقي جاك مربوط في الكرسي، وبيصحى بيلاقي راجل، طبعا رجال أمن حواليه، وواحدة طبعا، وبيتأسف لها وبيقول لها أنا ما عملتش حاجة، أنا ما أعرفش حاجة. وهنا بيحطوه في صندوق وبيودوه مكان المقر تبع السلطات الراقبة الأسطورية في العالم. وهنا بيظهر حصان بيطلع نار من بقه، وكمان فارس من غير راس، وحاجات تانية كتير. ده احنا هنشوف العجب طبعا يا أصحابي. وهنا أول لقاء بين جاك وكال، وجاك قال له إنه ما يعرفش حاجة وهم عايزين منه إيه. وجه الدب الضخم مسك جاك وكان هيفعصه، وبيقول له خلاص هو هيساعدهم ويحدد مكانهم، وقال إنهم لازم يروحوا أوروبا. وهنا بيظهر سانت وقدامه بنت بتتكلم معاه وبتقوله حاجة مهمة جدا: انت هتعمل اللي عجزوا عنه القرون، وإن هي هتخلي العالم كله أفضل مما هو فيه. وبتضغط على الزر وبيطلع دخان أخضر حوالين سانت في البلور الزجاجي. وهنا جاك وكال بيجتمعوا في محل ألعاب وبيجيبوا شوية ألعاب. طبعا وكال بيقول لجاك هنحتاج الحاجات دي فين؟ قال له هنحتاجها في المهمة بتاعتنا. تفتكروا يا أصحابي هيحتاجوها في إيه؟ ما تيجي نشوف مع بعض. ويجيب كال عربية لعبة ويحولها الحقيقة لسحر ولا شعوذة، لأننا مع إيه؟ مع بطل خارق. طبعا مع كال مفيش مستحيل. ويجي هنا جاك بيعرف من كال إنهم بيوزعوا هدايا وبيفرحوا بيها العيال في عيد الكريسماس، وإن سانت ملوش بديل. وهنا بتظهر البنت الشقية عملت بلورة من الزجاج، تعال نشوف هتعمل بيها إيه. وهنا جاك وكال بيروح الشاطئ، وجاك بيحذر كال إنه يقرب من الشخص الخطير ده، ولكن جاك ما بيسمعش كلامه وبيقرب منه، وبيحصل اشتباك وبيتضارب مع الرجالة. وطبعا بيندهش جاك من كال وبيمسك كال الراجل الخطير اللي عارف مكان الخاطفين، ولكن حذرهم من إنهم يقولوا اسمها. فكال قال له اكتب اسمها على الرملة. وهنا بيكتب اسمها على الرملة، واللي هي اسمها غارية. وبيقول له كال الاسم إنها غالية صاحبة عيد الميلاد، وبتسمع الساحرة اسمها وبتقول إنها مش هترجع ساند، وإن هو هيكون وسيلة عشان تقضي على كل المشاغبين الموجودين على اللائحة. وفجأة بتظهر عربية بتطلع من البحر، والكل بيخاف وبيبعد، وبيطلع من العربية دي رجال التلج على شكل طبعا تلج، وماسكين أسلحة على شكل تلج، اللي بتلمس أي حاجة بتتحول لتلج. وجاك بيجري هو وكال، وكل واحد بيجري وراه راجل من رجال التلج. وكال بيضرب واحد وبيقسمه اتنين، ولكن بيرجع تاني سليم. ونفس الكلام جاك، وبيمسك واحد ويضغط وشه على البوتاجاز، ولكن مش بيحصل حاجة. ويضرب جاك ومش عارفين يتخلصوا من رجال التلج. وبعد معركة طاحنة شديدة بيشد كال الجزرة الموجودة في رجال التلج اللي على مناخيرهم، فيقع على الأرض متفرقين. وبيعرف هنا كال طبعا الزتونة، وبيروح كال ينقذ جاك بعد ما كان راجل التلج بيقضي على جاك والرجال. وهنا بيظهر عندنا إن جاك رجله اتجمدت، وجاك مندهش جدا من اللي بيحصل ومن اللي عمله كال بعد ما شد الجزرة ولقى رجل التلج اتفرق في كل حتة. وهنا بيظهر واحد بيركب عربية وبيلاقي فيها بلورة موجودة على الكرسي، وبيمسكها ويختفي. ويجي راجل من رجال الساحرة وياخد البلورة. وهنا نرجع تاني لكال وجاك، وإنهم فقدوا الدليل الوحيد لمعرفة مكان الساحرة. ولكن مفاجأة إن العميلة بتتلقى إشارة غريبة في ألمانيا، وإن العميلة دي هي بيكون أخو سانت. ويستغرب طبعا جاك إنه سانت عنده أخ، وبيتحركوا بسرعة. وهم بيتحركوا بيجي اتصال من زوجة
جاك السابق وإن ابنه محتاجه. وطبعا كال بيطلع وبيظهر هنا إن هو بيطلع عربية لعبة وبيحول العربية دي لعربية حقيقية. وهم في الطريق كال بيقول لجاك إن ابنه ولد كويس وما تخافش عليه. جاك بيقول له أنا بيتكلم طبعا جاك هما وكال بيتكلموا مع بعض إنه أب مش كويس وإن هو أب مدمن ولا يصلح أن يكون أب لأنه عمل حاجات ياما مش كويسة. وبينزلوا من العربية وكال بيقول لجاك ما يلمسش أي حاجة في طريقهم. وإذ فجأة بيلاقوا كلبين شكلهم ضخم جدا ووحشين جدا. وهنا بيطلع كال فرخة صغيرة جدا وبيكبرها وبيقول لها إن هي تجري الكلاب وراها. وبالفعل الفرخة بتجري والكلاب بتجري وراها. وفجأة بيطلع ناس شكلها وحش جدا ويمسكوا بكال وجاك ويطلعوا العملة الذهبية من جاك ويحبسوهم في السجن. وكال بيلوم جاك على اللي عمله وقال له أنا حذرتك متلمسش أي حاجة. وبياخدوهم عند كرامبوس. وكان كرامبوس بيضرب واحد بالقلم وبيطيره ويقرب من كال وجاك ويقول لهم ايه اللي جابكوا هنا، انا ما عزمتكمش. وبيقولوا له ان سانتا مش هنا. وكال بيقول له لا، انا مش همشي غير لما اخد سانتا معايا. ويظهر طبعا كرامبوس غضبه الشديد من سانتا ويفتكر اللي عمله معاه زمان بسبب المشاغبين وإن القفص الزجاجي ده اللي هو طبعا اللي فيه البلور هيقضي عليهم كلهم. وهنا جاك بيبيع كال وبيقول لهم إن هو عايز يمشي لكن بيرجع في كلامه طبعا بيقترح اقتراح إن كال وكرامبوس يلعبوا مع بعض لعبة واللي يغلب التاني هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. واللعبة دي طبعا عبارة عن الضرب بالقلم، مين اللي ضرب مين. طبعا واحنا شايفين قدامنا فرق السرعات. وهنا طبعا كال بدأ الأول وبيضرب كرامبوس بالقلم والقلم ما بيأثرش فيه نهائي. طبعا يا جماعة طبيعي واحد زي ده ما أثرش بيه خالص. ويجي الضرب على الوحش العنيف كرامبوس ويوقع كال بضربة قلم واحدة. ويجي الدور على كال عشان يضرب كرامبوس ولكن قبل ما يضربه يجي الولد المكار جاك ويحط في ايد كال الدرع بتاعه ويتفاجئ كال ويضربه ويطير كرامبوس ويضربه في كل الموجودين. وهنا بيطلع كال لعبتين ويكبرهم. طبعا خيال ما بعده خيال، عيشوا معانا الخيال. واللعبتين فعلا بيكبروا ويضربوا معاهم. مش انا قلتلكوا ان هما هيحتاجوا الالعاب دي طول رحلتهم؟ اتمنى تكونوا فاكرين معانا. ويجري لحد ما يلاقي حتة امان وكال بيقول لجاك فكرتك هتبيعني وانا اسأت الظن فيك. فنسى وقال اسم الساحرة واللي هي غوريال. وبتسمع الصوت وبتجري. وبيجري كال وجاك عشان ينقذوا عيد الميلاد. وهما في الطريق بيلاقوا بيانو في نص الطريق. بيقفوا بسرعة وبيقربوا من البيانو دي وبيكون فيه هدية. وبيفتحوها بيلاقوا البلورة. وفجأة ابن جاك بيكلم باباه وبيقول له انت بعتلي هدية؟ مش عاوز هدية، انا كنت عاوزك انت. ويفتح الهدية ويمسكها ويختفي. وهنا جاك بيتخض على ابنه ويمسك البلورة الموجودة في الهدية ويقول لكال دور عليا. وبالفعل بيتعقب مكانه اللي هو طبعا جاك. وبيظهر هنا جاك وابنه كل واحد منهم في بلورة إزاز وبتشوفهم الساحرة وبتضحك عليهم. وهنا بيروح كال وبيتعقب المكان وبيطلع واحد ويضربه كال. طبعا الشخص ده واحد من رجالة الساحرة الشريرة وطبعا عبارة عن واحد متحول. وهنا جاك وابنه بيتكلموا مع بعض وجاك بيقول لابنه أنا آسف على كل حاجة عملتها معاك، ما تزعلش مني وسامحني. وفجأة البلورة بتتكسر ويطلعوا منها جاك وياخد ابنه بالحضن. ويجي كال وياخد جاك وهما ماشيين في الطريق بيسمعوا صوت ويفتحوا باب كال. وبيلاقي طبعا كال أصحابه وجاك بيقول لهم إن الساحرة
هتطلع بعربة الغزلان، وبسرعة فعلا بيروحوا وبيلاقوا إن الساحرة فعلا بتتحرك بعربة الغزلان، وبيضربوا في رجالتها. وهي بتركب العربة وبتجري بيها، وبينط بسرعة جاك وكال على العربة، وبيكون فيها سانتا محبوس، وبيضربوا الساحرة ويوقعوها. وكال بيروح لسانتا وبيحاول يفوقه، بس مش بيفوق معاه. وفجأة بيظهر وحش كبير، وتطلع الساحرة وتقرب من جاك وكال من الوحش لحماية سانتا، وبيحذرها من الاقتراب منها، وبتقوله إن هي مش هتمشي غير ومعاها سانتا. وفجأة هتهجم عليهم، بتلاقي حد بيضربها كذا ضربة، وبتمسك فيها النار. وينط بطلنا قدام كال وجاك، ويطلع بطلنا المغوار والوحش المغوار كرامبوس أخو سانتا. وتطلع الساحرة العجوز هي حبيبته السابقة، طبعا حبيبة كرامبوس، وبيقول لها إن هي تمشي. وفجأة بتمسكه هوب تك، تضرب فيه يمين شمال، عملته كفتة يعني. يا عيني عليك يا كرامبوس يا اخويا. وبيهجم عليها كال وبتطيره، ويهجم كال وتطيره، ويهجم جاك ويطير بعيد. مفيش حد قادر عليها، طبعا ست مفترية، يلا ربنا على الظالم والمفتري. وتمسك بكال وتقوله اكتفيت ولا عايز تاني؟ طبعا عايزة توقعه وتقضي عليه، لكن بيظهر بطلنا تاني الشجاع المغوار سانتا، وبيقول لهم أنا هقول كلمة أخيرة، وهي جزر. مش أنا قلت لكم في الأول إن الراجل ده جاي يهزر بس؟ وفجأة بينط كال ويقول لها عيد ميلاد سعيد. وفجأة يظهر الغزلان ويضربوها ويوقعوها في البلورات بتاعتها، وبيقولوا لها أحسن أحسن حلال فيكي. طبعا ولية قادرة ومفترية، وحلال فيها اللي حصل طبعا. وبتظهر في البلورة صغيرة جدا، وبيمسك بيها جاك ويقول لها ده آخرك. وكال بيروح لسانتا ويقول له انت كويس يا عم، تعبتني معاك. فسانتا قال له انت اتأخرت قوي عليا، المفروض كنت تيجي بدري. ويظهر كرامبوس وسانتا، وهو بيقول له شكرا اخويا، ما نحرمش منك. ويمشي كرامبوس، وبترجع كل حاجة زي الأول، وبيجهزوا للهدايا، طبعا هدايا الكريسماس اللي هيسلموها للأطفال. وبيسلموا طبعا للأطفال، وبيسلم سانتا على ديلان اللي هو ابن جاك، وبيقول له تعالى معايا. وبيفرح فعلا ديلان، وبيركبوا مع سانتا وهو بيوزع الهدايا. وبيتشقلطوا بكل رشاقة في المنازل بكل حيوية. يا نهار أبيض، بيصغر وبيكبر الراجل ده ملوش حل. والعالم فعلا كله فرحان ومبسوط جدا بسبب الهدايا اللي سابها لهم سانتا. وهنا بيظهر إن ديلان وجاك فرحانين جدا. وفجأة بيبص عليهم كال، وبيتخيل ديلان مع ابنه، وسانتا بيبصله وبيقوله هيبقى معاك قريب. وهنا يا أصحابي وصلنا لنهاية الفيلم. أتمنى الفيلم بتاعنا يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واللايك وشير، وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وتقولوا لنا لو حابين تسمعوا أي فيلم تاني إيه هو الفيلم الجاي. انتظرونا في أفلامنا الجاية. سلام، باي باي.